4 أنواع من الأمهات، انت أنهي أم فيهم؟ رقم 1، الأم اللي فاكرة نفسها إنها بتربي الطفل، بس هي في الحقيقة ولا بتربي ولا حاجة، وبتتبع كل الأساليب الخاطئة في تعديل سلوكيات طفلها، والطفل مفيش أي نتيجة. بتبقى قلقانة وخايفة ومتضايقة، وعلى طول بتبص على طريقة غيرها في تربية أطفاله. رقم 2، الأم الصريحة شوية مع نفسها اللي بتربي بالفطرة بتاعتها، بس هي من جواها عارفة إن ده مش أحسن حاجة في الدنيا. بتبقى قلقانة وخايفة بس بنسبة أقل من الأم اللي فاتت، وفي نفس الوقت هي عاوزة تغير من طريقتها وبتسعى لكده. بتشوف أي فيديو أو تسمع أي حاجة وبتحاول تعمل زيها وبتجرب، ودايما عندها أمل في التغيير، بس عاوزة تعرف بداية الطريق منين. رقم 3، الأم اللي بتحب تقرأ كتير في مجال التربية وبتحاول تجتهد مع نفسها عشان هي حاطة أهداف معينة عاوزة توصلها مع أطفالها. أنا عاوزة 1 و2 و3 أعملهم مع طفلي عشان طفلي يبقى كذا، فبتحاول تصبر شوية على أطفالها وبتبقى عارفة تتعامل مع طبيعة المرحلة إزاي. رقم 4، الأم البروفيشنال اللي عارفة هي بتعمل إيه، الواثقة من نفسها، واثقة من طريقة تربيتها، اللي عارفة أطفالها كويس وعارفة تتعامل معاهم ازاي وايه الأساليب اللي هتجيب معاهم نتيجة، ودي ما بيهمهاش كلام أي حد مهما قاله، لأنها بتكون اتمكنت من كل أساليب التربية. ها، انت أنهي نوع منهم؟